هنعمل النهاردة كيكة باردة من أكتر الحلويات اللي جربتها وطلعت نتيجتها فوق الخيال وحبيتها جدا جدا. كيكة الحليب المحمص، حاجة سهلة كده وبسيطة جدا، ومتأكد إن كل مكوناتها هتبقى متوفرة عندكم في البيت. حتى لو في حاجة ناقصة ممكن نلعب فيها أو نغيرها، ومن غير فرن ولا بيض. بس مش عاوز أفكركم، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي محمد عبد الجليل. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنحتاج بسكوت، أي نوع بسكوت متوفر عندكم، أي نوع في البيت. أنا بستخدم هنا بسكوت أولكر. بسكوت أولكر من الدقيق اللي نوعه نضيف شوية. أول حاجة هنعملها إن احنا هنحط البسكوت كده في الحليب عشان خاطر نطريه مش اكتر. ممكن نستخدم اي صينيه في البيت عندنا، ممكن تكون بايركس، صينيه تشيز كيك، اي صينيه. الحليب في البسكوت عشان نطريه طبعا، واحنا قلنا ممكن نستخدم اي صينيه بايركس، صينيه تشيز كيك نحط. لو هنستخدم صينيه التشيز كيك هنحط فيها ورقه زبده من تحت عشان نقدر نرفع الكيك منها بسهوله. بعد كده الطبقه اللي احنا عملناها دي هتحتاج طبقتين فوق بعض. انا رصيت طبقتين فوق بعض، هنرصهم فوق بعض. تاني طبقه هنحتاج كوبايتين من الحليب البودره، اي نوع حليب عندك، نيدو، لبن سايب من عند العطار. ونحمص الحليب بتاعنا على نار هاديه اقل من المتوسطه، على نار هاديه اقل من المتوسطه، على الهادي خالص عشان ما يتحرقش مننا. ونقلبه بالراحه جدا عشان لما هيتحرق مننا هياخد مننا طعم مرارة كده، هيمرر معانا في الوصفة بتاعتنا. نقلبه بالراحة عشان ما يتحرقش مني. وده اللون اللي انا عايزه، اللون البني الفاتح اللي شكل ده انا عاوزه كده عشان ما يمررش معايا في الوصفة بتاعتنا. وبعد كده ارفعه من على النار، وهحتاج 3/4 كوباية لبن، 3/4 كوباية لبن من الحليب، و4 معالق من السكر. أربع معالق من السكر. والحليب يكون دافي عشان السكر يدوب فيه بسهولة معايا. وبعد كده انا هفرغ الخليط بتاعي اللبن البودرة في اي طبق واسع عندي او بولة. احط الحليب بتاعي على اللبن البودرة وندوبهم مع بعض.
ومعاهم علبة قشطة، علبة القشطة العادية اللي هي 100 جرام، أي نوع قشطة عندك. ومعاهم 4 معالق من الزبدة، والزبدة تكون طرية إلى حد ما في درجة حرارة الغرفة، ما تكونش مجمدة. الخطوة دي مهمة جدا، نضرب كويس جدا عشان الخليط اللي عندنا ما يكونش محبب وفيه اي تكتلات من الزبدة. وعشان كده انا بقول الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة مايلة الى السيلان شوية، ما تكونش مجمدة. وممكن نستغنى عن الزبدة بالسمنة، ولو ما فيش قشطة احنا بنزود كمان حوالي ربع كوباية لبن، ولو احتاجنا بنزود. يعني احنا ممكن نلعب في الوصفة اللي معانا دي بشتى الطرق، المتوفر عندك انت ممكن تستخدميه، بس احنا بنقول ان الزبدة والقشطة عشان تدي نكهة وتست في طعم الخلطة. هو ده الخليط اللي انا عايزه بالشكل ده. وبعد كده نحط الخليط ده على طبقة البسكوت ان احنا رصيناها، ونحاول نفرده كويس وبالراحة جدا عشان البسكوت بتاعنا ما يتفرفتش معانا، لان احنا طبعا ساقيينه بالحليب عشان نحافظ على سمكته. نحاول نفردها كويس، احنا نفردها كويس ونغطي طبقة البسكوت، بس بحيث برضو ان احنا بقدر الامكان ان احنا ما نكسرش البسكوت اللي تحت عشان ما يتفرفتش مننا، لان طبعا احنا قلنا ان الحليب شارب لبن وناعم معانا دلوقتي. بعد ما فردنا طبقة اللبن المقرمش كويس، احنا هنرص الطبقة التانية من البسكوت عليه. وبالطبقة دي يبقى احنا خلصنا الطبقة التالتة، يبقى فاضل عندنا لسه بس الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الكريمة، الكريم شانتيه. طبقة الكريم شانتيه اللي عندنا اللي متبقية معانا، الطبقة دي أنا ممكن أعملها 2. طبقة البسكوت التانية دي أنا ممكن أعملها 2، وممكن أعملها طبقة واحدة، ده يرجع لكم حسب السماكة اللي انتوا محتاجينها، حسب السمك اللي انتوا محتاجينه. واي بسكوت مكسر احنا ممكن نرصه برده مفيش مشكله، او تسيبيه. انا هقولك عليه تعملي بيه ايه بعد كده. وعشان الطبقه الاخيره اللي هي طبقه الكريم كراميل، انا محتاج 4 كوبايات من الحليب، ومعاهم 2 باكت من الكريم كراميل. انا مستخدم الكريم كراميل ده، الباكو ده عبارة عن تقريبا 100 جرام. هو الباكو بيعمل 2 كوبايتين لبن، يعني الباكو محتاج 2 كوبايتين لبن، فاحنا معانا 4 كوبايات لبن، فمحتاجين 2 باكت من الكريم كراميل ده. وده بيرجع حسب نوع الكريم كراميل اللي انتوا هتستخدموه، لان كل نوع بيختلف عن النوع التاني في استخدامه للبن. انا هضيف عليهم
بودرة الكريم كراميل اللي موجودة عندي، وهنقلبهم على البارد. وبعدين انا هرفعهم على النار. كده الكريم كراميل بتاعنا تقل معانا، هنرفعه من على النار وهنحطه على خليط البسكوت اللي معانا. بعد كده نحط الكريم كراميل ده على البسكوت براحتنا خالص، عشان البسكوت ما يتفتتش مننا، بكبشة كده او بمعلقة كبيرة، ونوزع الكريم كراميل بحيث ان هو ما يفتتش البسكوت بتاعنا. ويدخل التلاجة من 3 ل 4 ساعات، من 3 ل 4 ساعات على حسب نوع الكريم كراميل اللي عندنا. وانا شخصيا بفضل ان احنا نسيبه ليلة كاملة في التلاجة. وبعد ما يطلع من التلاجة احنا ممكن نزينه ببودرة الكاكاو او شوكولاتة مبشورة او بسكوت من المتفتت اللي عندي، اللي كان البسكوت اللي اتكسر عندي ممكن افتته وازين بيه. احنا هندخلها التلاجة بعد 3 4 ساعات وهنشوف شكلها ازاي. وده شكلها بعد ما طلعت من التلاجة. احنا هنحددها تحديد بسيط كده بأي سكينة، هنحدد تحديد بسيط جدا كده 4/4 عشان نقدر نزينها. وزي ما قلت لكم انا عندي بسكوت، انا البسكوت طحنت عليه كاكاو، جزء طحنت عليه كاكاو والجزء التاني سادة، وهنشوف احنا هنزينها ازاي.